السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جايلكم بطريقه استخدام الكراش. تمام. وطبعا انا جاي اقول لك اهوت ان الكراش ده حاجه عظمه العظمه، وهجربها قدامك دلوقتي. تمام. والكراش ده مثلا في ناس مش عارفه يعني ايه كراش اصلا. تمام. بس انا يعني انا مش قصدي حاجه، بس انا بص، انا عاوز افهمك على حاجه اهو. في ناس من بعد الاحياء برضو بتعمل كراش من عن طريق التريميكس. تمام. وطبعا الناس اللي بتقول فين هو التريميكس ده او فين الام تي مانجر ده. بص، اول حاجه التريميكس اهوت. تمام. وادي ام تي مانجر اللي انت بتقول عليه هو. طبعا آه طبعا بقول لك اهوت. طبعا في ناس بتعمل الكراش عن طريق التريميكس، وفي ناس بتخش عن طريق التليجرام. التليجرام ده اللي احنا هنعوزه اهو. تمام. هو ده التليجرام. بص بقى يا حبيبي، دلوقتي الطريقة مضمونة 90%. تمام. بلاش ان انا اقول لك 100، هي 90% مضمونة وشغالة. التوب. تمام. بس في ناس بتستخدم الكراش من عن طريق التريميكس، وفي ناس بتستخدم الكراش من عن طريق التليجرام، وفي ناس مش عارفه تجيب الكراش بتاع التليجرام ده. يعني اسهل لكم انتوا، بس انا جاي اقول لك اهوت. انا جاي كراش على التليجرام، مش جاي كراش على التريميكس. لان التريميكس بقى بعوز لك ان هو تفك الضغط من عن ام تي مانجر. ماشي. وعشان تاخد الاوامر وتروح والكلام ده كله، لا انا جاي اقول لك اهوت اللي انت هتستخدم الكراش من عن طريق التليجرام. ماشي. وانا بقى جاي اقول لك لاخر حاجه، يا ريت الناس اللي هتسمع الفيديو ده تركز، ويا ريت ان انت ما تعملش حاجه تأذي حد. يعني بعد الكلام اللي انا قلته ده، بعد اذنكم بلاش اي حد يعني يذل حد بحاجه او يمسك على اي حاجه. لا انا بقول لك انت لو انت مثلا حد سحب منك صور ومش عارف تعمل ايه، بتروح جاي عند شات وتحط الاوامر وتحرق له النسخه. يعني هو لو واحد جاي يقول لك على حاجه، لا انت بتدمره من عن طريق الكراش. تمام. وبتحرق له نفس الوقت بتحرق النسخه بتاعه التليجرام. قصدي بتحرق النسخه اللي هي بتاعه الواتساب دي. تمام. يعني تحرق النسخه اللي هي بتاعه الواتساب. وممكن برضو يعني انت فاهم، بتظبط الدنيا معاه. بس بعد اذنكم مش عاوز حد يضر حد في اسفل الفيديو اللي انا بعمله ده، بعد اذنكم. تمام. انا بقى مش هقعد اشرح كتير، بس تعالى كده معايا الاول علشان افهمك وصلي على النبي. هخش على التليجرام دلوقتي، بس انا جاي اقول لك على حاجه اهوت، ان انا مش هبان اليوزر بتاع البوت غير في القناه بتاعتي التليجرام. تمام. يعني انت لازم تخش القناه بتاعتي التليجرام بتاعتي علشان تاخد اليوزر وتخش على البوت. تمام. بس اسمع معايا الفيديو وهتعرف يعني ايه يوزر. تمام. تعال معاك التليجرام، بس انا هقفل الفيديو دلوقتي. تمام. زي ما انت شايف واحد اخوك، طبعا هو ده البوت الكراش اللي انا جاي اقول لك عليه. ماشي. اول حاجه عندك هنا باد، هتدوس باد. بعد كده طلع لك الكراش بالطريقه دي. طبعا دلوقتي الكراش شغال. ماشي. بص بقى هحولهوك. تمام. هنا بص اقول لك على حاجه. يعني هنا هو ده اليوزر بتاع الاساسي اللي هو اللي عامل الكراش. تمام. وهنا دي المجموعات ودي. تمام. هتدوس على هنا تفعل المجموعه ديت. ماشي. هتخش تنضم للمجموعه ديت، وهتخش تنضم للمجموعه ديت زي ما قلت لك. تمام. عندك بقى هو ده الامر اللي هتشتغل بيه الكراش. تمام. هو ده هتدوس عليه. تمام. طبعا هنا الكراش يشتغل معاك. هنا بيقول لي عامل ايه، هي ميدو. تمام. يعني هي دي الكراش 2026 زي ما انت شايف. هنا بقول لك ايه بقى يا معلم. بص هنا ربط الرقم. تمام. اول حاجه. وهنا عندك فك الرقم، فك الربط. تمام. عندك ركز يا احول. تمام. عشان اقول لك يعني، بس والله العظيم انا بقول لك يعني مضمونة 90%. يعني انت فاهم، احسن من التريميكس والكلام ده. يعني بقول لك احسن منه في ايه؟ يعني احسن منه عشان انت هتروح تفك الضغط من عليه والكلام ده. ماشي. انا يعني اقصد ليا ان انا جايلك في حاجة اسهل، والله العظيم مش اكتر. ماشي. طبعا احنا هتاخد اول امر اللي هو ده. تمام. تاخد اول امر زي كده. ماشي. وهتعمل ايه بقى يا معلم؟ بص، انت رقمك مش هتحط زائد. هتقول لي زائد ازاي؟ اقول لك اللي هو رمز الدولة. مش تعمل كده، يعني انت مش هتدوس كده وبعد كده 2. لا، هتعمل ايه يا معلم؟ انت هتحط 2. تمام. وهتكتب اهوت.
تمام. ادي الرقم بتاعي زي ما انت شايف. لحظة كده. استنى كده بس. مسح اخوك عشان بجد انا مش مركز لان انا تعبان، انت فاهم يعني، انا تعبان وكده. ويا ريت برضه تدعولي ان انا بالشفاء، انت فاهم. هتضرب زي كده وهتسيب فاصل، يعني انت فاهم، مش تعمل كده مثلا، لا انت هتسيب فاصل دلوقتي زي كده. هو ده الرقم بتاعك زي ما انت شايف، هو ده الرقم بتاع الواتساب بتاعي عشان اربط بيه. طبعا بقول لك ربط الرقم وانا حطيت اول امر، هتدوس زي كده. تمام. انا طبعا اهو تم انشاء كود، تم انشاء كود الربط، الكود. تمام. يعني بص هنا بقول لك ايه يا حبيب اخوك. لحظه. بص لحظه كده عشان ايه الدنيا دي. هتعمل زي كده. لحظه. هتعمل زي كده اهو، وهتعمل ايه نسخ. بعد كده تحط الكود زي كده بقى. دي كده ايه الربط اللي احنا هناخده. ايه هنعمل زي كده مثلا، اروح جاي مسحين دي ماشي بالطريقة اللي انت شايفها دي يا حبيب اخوك. تمام. بعد كده استنى بس كده، انا اخش على الواتساب لان في ارقام والكلام ده ما ينفعش يطلع على اليوتيوب ماشي، عشان حصل معايا مشاكل برضه. وزي ما انت شايف هنا بقولك عدد الجهاز المرتبطة من 4. تمام. هتبص هنا ربط الجهاز. تمام. وبعد كده عندك هنا لا تفك لا مثلا تحط بصمة التليفون بتاعتك، لا تفك الرمز. تمام. طبعا انا فك الرمز قدامك بالطريقة ديت اهو. تمام. طبعا انا بقول لك الربط برقم الهاتف بدلا من ذلك، هتدوس عليها. بعد كده تاخد الكود اللي احنا خدناه من المتجر، من قصدي التليجرام. تمام. والله يا رجاله ما مركز اقسم بالله. بقول لك ربط جهاز اهوت، تدوس عليه زي كده. بقول لك جاري تسجيل الدخول. تمام. هو بس النت ضعيف معايا فبيربط يعني، وإذا ممكن النت يكون ضعيف معاك فيقول لك ما يربطش، ففعل الرقم من تاني بقى، انت فاهم. علشان زمان كنت عايش ومات من ساعة ما اصحابي خانتني وباعت، وانا بقيت واحد فاهم من شيطان خلاص ساعد. لا تمام. بقول لك على سبيل المثال من ماشي، هتكتب مثلا ايه، انا هكتب مثلا ايه يا حبيب اخوك، اكتب مثلا كراش زي ما انت شايف كراش مثلا، اكتبه ايه كراش 80 كل عشان احفظه بس حفظ. بقول لك كراش 80. تمام. بقول لك نشط يعني هو شغال حاليا. خليك بس معايا كده اما اخش على الرقم بتاعي عشان اوريك، يعني اخش على الشات بتاعنا. تمام حلو، علشان اروح افعل لك الكراش في الشات بتاعي، يعني انا اقول لك بيعمل ايه. تمام. خليك معايا كده زي ما رجعت لك يا حبيب اخوك. تمام. هو ده شاتي. طبعا هيقول لك ايه هنا. خليك معايا كده لحظه. طبعا هتعمل ايه، طبعا هو ده اليوزر اللي هشغل البوت. تمام. انا بقول لك هو ده اليوزر اللي هشغل البوت، هتدوس عليه كده. ده الامر عموما. لحظه بس كده. طبعا هو اشتغل معاك اهوت زي ما انت شايف، هو كده الكراش اشتغل معاك. طبعا انت تاخد اول حاجه ماشي اللي هو ده، هنحط اول امر مثلا. تمام. بقى شيء عادي من غير سلام زي ما انت شايف اهو. تمام. بص تعالى معايا كده. لما مشيت جت لي بدالك تتمنى وساعات بتكوني كدابة. طبعا انت شايف قدامك. تمام. خليك لحظه معايا كده. طيب نرجع لك تاني اقول لك انا عملت ايه. انت يا بص خلي بالك، يعني انا بلاش ان انا اقول لك الكراش قال ايه، هلاقي ايه يعني مش هكمل كام. الكاميرا الرئيسيه هنا بقول لك كراش الاتصال.
ماشي مكثف. هنا بقول لك عندك التعليق في الشات، تمام. عندك بطء مدمر، عندك كتالوج وهمي، عندك كراش، عندك الاقوى الايفون، الكراش الكلاسيكي، اوامر الجروبات، تمام. بقول لك كراش جروب مكثف. مكثف ديت يعني مثلا طبعا انت لو بدك تحط امر في الجروب فكده انت بتاخد الامر بتاعه، تمام. عندك هنا تجميد، وعندك حريق، وعندك تجميد، تمام. عندك الخاص، نوع الكراش اللي هو بتاع الايفون، تمام. ده كله. بص بقى انا تعال كده معايا بس عشان اقول لك على حاجه. انا طبعا باخد اول كراش الاتصال مكثف، تمام. اخده زي كده مثلا، اخد مسح، تمام. بعد كده هرجع، تمام. طبعا ناخد اول امر زي كده، حلو الكلام. بعد كده اطلع من ده خالص، زي ما انت شايف. خليك معايا كده، حاول اخوك ما اجيب رقم، تمام. وزي ما انت شايف حبيبي انا جبت رقم اهو، تمام. طبعا هتعمل ايه هنا؟ لحظه، مش هتسيب فاصل ده اولا، وهتشيل الزائد. طبعا هو كده ان شاء الله. بص انت خليك معايا لحظه، يعني هنضربنا ايه؟ رمينا الكراش، تمام. احنا كده رمينا الكراش، ماشي. انت سامع بيقول لك ايه؟ بدأ نوع الهجوم مكثف، مفيش ايقاف يا وحش، الضحية راحت فيها دلوقتي. انت شايف يعني هو بيقول لك اقسم بالله كده الضحية، يعني كده الضحية يطلع بره يعني وشاف الاسم، يعني انت فاهم الاسم قدامك، بس انا مش هبين الاسم في اسفل الفيديو، انت فاهم. بس يا ريت بقى ما تنساش اشتراك في الفيديو، تعمل اشتراك في الفيديو، تكتب كومنت حلو كده، وان شاء الله انا بقول لك هسيب اليوزر بتاعي في القناه بتاعه التليجرام. ويا ريت ما تنساش الاشتراك في التليجرام وعلى القناه بتاعه اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.